ليش جالسين نسمع هذه الفترة موت مفاجئ خاصة للشباب أو العرب القادمين إلى أوروبا؟ قبل يومين شفت بوست في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إنه في شابة في ميونخ في العشرينات من عمرها حصل لها جلطة قلبية هيرتس انفاك، واكتشفوا فيما بعد أنها لها 4 أيام ميتة في الغرفة حقها وهي في ربيع عمرها. شوف يا صديقي القادم إلى أوروبا الجديد، خذ هذا الكلام عن محمل الجد. اغلب منصات التواصل الاجتماعي هنا توريك كيف تتعلم اللغه، يوريك كيف تمارس، كيف تقدم على الاوراق، كيف ولكن النصائح النفسيه والاجتماعيه هذه مهمه جدا يغفل عنها الكثير من صناع المحتوى، وانا راح اقول لك يا والله من ذمه وضمير. اذا وصلت لاوروبا جديد فركز على حاجه، انه انت انسان ما انتش حديد. انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لك احتياجاتك، لك طاقتك المحدودة، لك إخفاقاتك، لك فشلك، لك إمكانياتك، لك قدراتك. لا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به، ولا تتعب نفسك في التفكير. الحياة إن كتب لك الله خير بتحصلها رغم أنف الأجنبي، وإن كتب لك الله شرا فأؤمن بقدرك. لازم تفهم الشيء هذا. والشيء اللي دائما أحث عليه الشباب أنا هو أنك تعتني بصحتك النفسية. زور الدكتور، تكلم مع أصحابك عن مشاكلك، شوف الأشخاص اللي مروا في الخبرات هذه كيف تخرج من المشكلة اللي أنت فيها. لا تكركبها أو لا تجمعها فوق نفسك. أنت إنسان بشر، لك طاقتك، لك قدراتك النفسية، لك قدراتك البدنية، لك قدراتك الجسدية، لك قدراتك العاطفية. لا تكلف نفسك ما لا تطيق. أنا إيش يتعلم اللغة، وإيش أشتغل، وإيش يسدد ديوني، وإيش ياخذ إقامة، وإيش يتجنس. حبة حبة. في أوروبا لازم تفهم، عشان توقف على رجلك يحتاج إلى 3-4 سنوات عشان تبدأ. لازم تفهم، والكلام هذا ما حد بيقول لك إياه. أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد. تكلمت أنا وبروفيسور من إحدى الدول، قال لي كلام وفعلا مع مرور الأيام اكتشفته. عشان توصل لأوروبا وتوقف تحتاج إلى 5-6 سنوات توقف على رجلك وتبدأ تعرف كيف. أنت داخل سيستم جديد، نظام جديد، إقليم جديد، لغة جديدة، مجتمع جديد، كيف تتأقلم كيف. وإحنا قلت لكم إحنا العرب ما نسألش كثير، نخاف إنه أنا يحرقني فلان ولا سي من الناس ولا صاد. يا أخي اسأل، يا أخي اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله تعالى قال. والشيء الثاني واسعوا في مناكبها إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تحسن العمل، تسعى، ربي بيسر لك من حيث لا تعلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اعمل صالح سيجعل لهم الرحمن ودا. بتشوف التوفيق كيف ينزل عليك. يحتاج إلى صبر. أحيانا الإخفاقات اللي تحصل لك في حياتك قد يكون ابتلاء من ربي يشوف مدى صبرك. والحياة ما وقفت شيء في أوروبا خلاص. إذا حصلت حاجة ولا شيء تتكركب وتروح تمر بحالات نفسية وتمرض وتكتئب ويحصل لك سكر وضغط واكتئابات وسمنة مفرطة. لا يا صديقي، اعتني بنفسك واعتني بصحتك. انت انسان بشر، لك طاقتك. ومارس رياضة وكل اكل صحي قدر الاستطاعة. واذا شعرت انه في الم في الصدر ولا ذا زور الطبيب واعتنوا بنفسكم. اسال الله ان يوفق كل الاحباب وان يوفق كل شخص سعى في البلاد هذه عشان ينجح. انا عارف ان الغربة مرة ولكن احنا بننجح باذن الله. السلام عليكم.